مرحبا واهلا وسهلا احبائي في فيديو اليوم رح نعمل مع بعض كيكة البراونيز. من شكلها مبينة طيبة وطعمتها اطيب، من جوا كلها شوكولا بأبسط المكونات، بس اللي بنحتاجه هو الشوكولا. رح نبدأ بالمقادير. عندي 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. رح اضيف زرف فانيليا ما يعادل ملعقة صغيرة، ورح نستعمل الملعقة أو المشبك السلكي الغير الكهربائي. وهاي وصفتي البراونيز اللي كل ما عم يجي عبالي ما عم غيرها. وممكن نضيف فانيلا سائلة إذا ما توفرت البودرة. هون بعد ما ضفت الفانيلا والبيض عندي كوب من الزبدة. ذوبت الزبدة في الميكروويف ورح أخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها. عندي كوب من السكر البني وكوب من السكر الأبيض. راح أرجع أخلط حتى تختلط كل المكونات مع بعضها. ومقدار السكر كوبين، مقدار كتير ممتاز، ونسبة الحلاوة صحيحة. عندي كوب طحين حطيته بالمنخل، وعندي 3/4 الكوب كاكاو. راح أنخل الطحين مع الكاكاو وأي ترسبات عندي أو كتل من الكاكاو راح أتخلص منها. وبهالطريقة راح أحصل على خليط كيك ناعم. راح أرجع أخلط حتى تختفي عندي كل الطحين، بس ما نبالغ بالخلط. وهيك راح يكون قوام الكيك قوام تقيل. عندي كوب ربع شوكولا، ضفت حبيبات من الشوكولا وعندي لوح من الشوكولا كسرته. مجموع الكل الكاكاو كوب وربع. راح ارجع اخلط شوي وهيك خلصنا اسهل براونيز في العالم. عندي صينية بايركس بتدخل على الفرن، دهنت بشوية زيت وغلفته بورق زبدة. راح فضي الكيكة وراح ارتب السطح بشكل متساوي. ممكن بهالمرحلة نتركها سادة ندخلها الفرن، وممكن نضيف حبيبات من الشوكولا. ضفت شوي من حبيبات الشوكولا وراح أدخلها على فرن مسخن حرارة 170 من تحت 30 دقيقة، وآخر 10 دقائق من فوق. حتى أعرف إنه البراونيز استوى راح أهز الكيكة من المنتصف. إذا هزت لسه بدها خبز. بعد 45 دقيقة استوت الكيكة، وهيك بعد ما بردت قطعتها. شايفين كيف طرية من جوا والطبقة المقرمشة فوق، وكتير كتير طيبة. يلا إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وإذا كنتوا جديد على القناة ما تنسوا تضغطوا على الجرس حتى توصلكم فيديوهاتي الجديدة. جربوها واكتبوا لي في التعليقات.